حملي عليا ما تخافيش، اسندي كويس. اتفضل. اسندني يا مجدي، هعرف اتسند عليك. تعالي نايمك الأول. ارتاحي. لو احتجتي حاجة أنا بره. سامحيني، سامحيني لو كنت غلطت. مش وقت الكلام ده يا مجدي، بعدين هنتكلم. انا عايزك دلوقتي تطلع على النيابه وتاخد معاك سعيد المحامي. رئيس المباحث قبض على امي، شاكك فيها ان هي اللي حاولت تقتلني. عايزاها تطلع النهارده، النهارده مش بكره يا مجدي، فاهم؟ بس انا كنت عايز اقول لك، قلت لك بعدين هنتكلم يا مجدي. خلينا نطمن على امي الاول، مش عايزاك ترجع لي غير لما تقولي انها رجعت البيت، بالذات ان انت متاكد انها ما عملتش حاجه. طارق، ايه يا نهال في ايه؟ انت اللي حاولت تقتل لؤلؤ؟ تصدقي ان انا كنت هسألك نفس السؤال. تسألنا ليه؟ هو ايه اللي بيني وبينها عشان اقتلها؟ عيب عليك يا نهال، انت عارفه كويس قوي ان انا ذكي، بس ما تعرفيش ان انا بحس قوي باللي بيكرهني. عارف ومتأكد ان انت واقفه قدامي كده وبتضحكي في وشي، انك اول ما تلفي وتديني ظهرك هتبقي بتتمني لي الموت، انا وكل اللي بحبه. لما انت عارف ان انا بكرهك قوي كده، ما رفتنيش من الشركه ليه؟ وريحت نفسك. هقول لك، هو انت لما تبقي عارفه ان في عقربه عاوزه تلدعك، تبعديها عنك وما تعرفيش هتجيلك امتى ولا هتموتك منين؟ ولا تخليها قدامك وتراقبي كل تحركاتها، عشان لو فكرت بس انها تغدر تديها بالجزمه وتسويها بالارض؟ فهمتي؟ زي ما انت عمرك ما هتتغير، وده اللي بيأكد ان انت كنت فعلا ورا قتل لؤلؤ. عموما الايام ما بيننا يا نهال، وهنعرف ساعتها مين فينا اللي حاول يقتل لؤلؤ. وعلى فكره ده قريب قوي، مش بعيد. ايه ده؟ انت مين الحيوان اللي سمح لك تدخل عليا مكتبي من غير استئذان؟ ما بالراحه يا طارق باشا، مش محتاجه صوت عالي. لو مش محترمني على الاقل احترم التسجيل اللي معايا. ها، فكرت؟ اطلع بره يالا، اطلع بره، ومش عاوز اشوف وشك في الشركه هنا. والتسجيل اللي معاك ده ابقى روح اعمل عليه شوربه يا حبيبي، عشان انت غبي. مفيش حد يا حبيبي بيتحبس عشان فكر انه يقتل. فين الجريمه يا متخلف؟ وبعدين مش طارق نصار اللي يتهدد يا حبيبي، ده انا محيك من على وش الدنيا. بره يالا، بره! بقول لك يا زنجة، انا مش عايز اعرف وتفضل تزن عليا كل شويه.
كان يوم اسود يا اخي لما قلت لك تنزل الاخبار دي على لسان لولو انها بتكره كاميليا. فلوسك كده وصلت لك فما تطمعش اكتر من كده. فكك مني عشان انا مبسوط دلوقتي. هو كان فاكر ان انا عمري ما هعرف اوصل لك ولا اجيلك ولا افضحه. باهر جالي وطلب مني ان اشتغل على الخبر بتاع لؤلؤ انها بترفض التعاون معاكي في الدويت اللي كنتوا هتعملوه، وقال لي لو الخبر اتنشر على الصفحات هدفع لك 30,000 جنيه. باهر يعمل كده؟ وده كمان نصب عليا وبعت لي 15 بس مع نانسي. نانسي؟ الاستاذه نانسي كانت بتتابع معايا الاخبار اول باول، تنزل امتى وفين عشان الخبر يفرقع ويبقى ترند. مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. انا اسف حضرتك اني جيت وقلت حاجه زي دي، بس ده برضه شغلي، وانا ما كنتش اعرف انه هيضايق حضرتك، وما كنتش اعرف برضه ان الاستاذ ماهر والاستاذه نانسي هياكلوا عليا ال 15,000 جنيه اللي متبقيين لي. اذا كان على الفلوس ما تشغلش بالك بيها، انا هكتب لك شيك ب50,000 جنيه بس، ولا كانك شفتني ولا نعرف اي حاجه، والفويس نوت ده تبعتهولي على تليفوني. انا ولا شفتك ولا جيت، وانا بقى هعرف اربيهم. على مهلي. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك يا مجدي، ربنا يكرمك يا حبيبي. بس مش كنت حاطيني على المستشفى عشان اطمن على لؤلؤ؟ لؤلؤ منبهة عليا تطلعي من النيابة على البيت. ايوه بس انا بقيت مقبوضه من البيت ده بعد اللي حصل. والنبي يا مجدي، والنبي عشان خاطري استنى اطلع اغير هدومي واجي معاك المستشفى. ممكن بقى تقعدي وتطلعي ترتاحي وبكره الصبح عدي عليكي واخدك على المستشفى؟ ايوه يا مجدي، بس انا مش هرتاح وانا مش شايفه بنتي قدامي ولا مطمنه عليها. تفتكر يا مجدي مين اللي كان عاوز يقتلها؟ والله يا ماما انا مش مركز غير ان لؤلؤ تقوم بالسلامه، وبعد كده نبقى نشوف مين. انا قلبي حاسس ان مروه ليها يد في الموضوع ده. انا قلبي عمره ما كدب عليا. الله اعلم. اصل هيكون مين غيرها يا مجدي؟ البت جت هنا تتدحلب للؤلؤ في الليله الشؤم دي، واكيد كانت كرهاها، لان مش معقول هتلحق تصفلها وترجع تحبها تاني بالسرعه دي. اقسم بالله لو اتاكدت ان البت دي ليها يد في الموضوع انا ما هرحمها. سواء هي او غيرها اكيد البوليس هيوصل للقاتل وهياخد جزاته. انت بس اطلعي ارتاحي وما تفكريش في حاجه. ربنا يحفظك يا بنتي، وينتقم من اللي كان عاوز يقتلك. مع السلامة يا ابني. بص بقى يا لولو، أنا جاي أتكلم معاك المرة دي بشكل ودي جدا. أولا طبعا عشان أطمن عليكي، ثانيا وده الأهم لازم أفهمك إن دي طبيعة شغلنا، إن إحنا لازم نشك في أي حد. يعني أقسم لك بالله أنا لو أخويا في الجريمة دي أشك فيه عادي وآخد ضده كل الإجراءات القانونية المطلوبة. كلامك كله على راسي، بس كله إلا أمي. أنا متفاهم كلامك كويس جدا، بس ما تنسيش برضو إن النيابة أفرجت عنها لما ما لقيتش حاجة ضدها خالص. إحنا لسه في مرحلة البحث وجمع المعلومات عشان نلحق نعرف مين اللي حاول يعمل الجريمة دي قبل ما يكررها تاني. طب بص يا علي، معلش خليني أقول لك يا علي، بما إنك قلت إنك جاي بشكل ودي، خليني أغششك حاجة صغيرة ممكن تساعدك. اتفضلي. أنت ممكن تشك في كل اللي حواليك إلا 3: أمي، طارق، ومجدي. ال3 دول أكتر 3 بيحبوني وبيخافوا عليا. غير كده شك في اللي أنت عايزه. بس القاعدة بتقول اللي أنا اتعلمتها في شغلانتي إن أول ناس إحنا ما بنشكش فيهم هم ممكن يكونوا أول ناس حاولوا يرتكبوا الجريمة دي. يا ريت تفهمي كده. هم ال3 دول بالذات استثناء القاعدة دي. صدقني أنا معرفش الناس اللي حواليا كويس وعارفة أنا بقول لك إيه. معنى كده شك في كماليا مثلا؟ ما افتكرش، لأن الفترة اللي عرفتها فيها قربت منها حسيت إنها نضيفة من جوه. هي ساعات دماغها بتسوحها، بس مش هتسوحها يعني لدرجة إنها تقتل ولا حتى تسلط حد إنه يقتل. طيب بما إنك يعني يا لولو بتغششيني دلوقتي، ممكن تغششيني بقى أشك في مين ومين ما أشكش فيهم.
صعب. مصلحة كبيرة قوي ان انا اقول لك فلان او فلانة حاولوا يقتلوني. ممكن اطلع بظلمهم او بتهمهم بالباطل. انا اللي عايزك تظلمه ولا عايزك تتهمي حد يا لؤلؤ. كل الموضوع باختصار ان انا عايزك تمسكيني خيط، يعني تديهولي امشي وراه يساعدني شويه في القضيه، مفيش مشكله. صدقني انا لو عارفه انا هقول لك. عجبتني مثلا ضربة السكينة فحاسة ان انا عايزة اتضرب تاني. وبعدين بقى انت قلت ان انت جايب شكل ودي، وبرضه رجعت لموضوع القتل تاني. بتهيألي الموضوع ده نأجله في المكتب يا حضرة الظابط. الله، ليه حضرة الظابط ده والرسميات دي؟ مش كنت علي من شويه؟ لا ده لما كنت جاية في شكل ودي، بس انت برضه جاي تتكلم في موضوع القتل. ماشي يا لؤلؤ، عموما انا هقفل الكلام دلوقتي، بس هنكمل كلامنا تاني مع بعض على اعتبار انه بشكل ودي. اسيبك.